جميعكم قد سمعتم بمصطلح الحساسية، إما أنكم قد عانيتم منها أو أن أحد أحبائكم أو أقاربكم قد عانى منها. لد أنكم سمعتم بمصطلح الحساسية. الحساسية ليست سوى رد فعل جسمك لمادة طبيعية لا يتفاعل معها معظم الناس، ومع ذلك لسبب ما يتفاعل جسمك إما بشكل مفرط أو غير طبيعي مع تلك المادة. الحساسية عادة ما تكون وراثية وتنتقل في العائلات. تحمل الجينات المسببة للحساسية وتظهر أحيانا في الطفولة وأحيانا في البلوغ. أكثر مظاهر الحساسية شيوعا هي ما نسميها التنفسية. عندما نبدأ بالعطس عند التعرض للغبار أو حبوب اللقاح تبدأ بالعطس بشكل مفرط. تظهر لديك عيون دامعة، أنف سائل، أحيانا حنجرة مختنقة، تغيرات في الصوت، ويمكن أن يحدث ذلك طوال العام أو يكون موسميا ما يسمى عادة بحمى القش. لذلك يمكن أن تتشكل هذه الحساسية في أكثر الأشكال شيوعا على شكل أعراض تنفسية. قد يكون لديك بعض الأعراض المعوية مثل القيء. عرض شائع آخر هو مظاهر الجلد كما ناقشت. قد يكون لديك رد فعل جلدي مع طفح جلدي وحكة شديدة في جميع أنحاء جسمك، لذلك الحساسية محددة مسبقا. تحمل الجينات وتظهرها في سيناريوهات معينة.